اتنين تعالوا ورايا وبيقول لهم حطوا رجليكم على قطعة التلج دي، واول ما بيلمسوها هما الاتنين بتبدأ تطير. والامين بيقول لهم حطوا جناحاتكم انتوا الاتنين في اتجاه الضوء، وبينفذوا كلامه. ومرة واحدة بتظهر الساعة اللي في ارض الناس، وبعد كده بنشوف الطفلة وهي بتضحك والضحكة بتاعتها بتنقسم لاتنين وبيتحولوا لزهور، وواحدة بتروح لشجرة تراب الاساطير والتانية الهوا بياخدها لارض الشتاء. والاتنين اول لما بيلمسوا تراب الاساطير بيتحولوا لجنيات، وتانا بتستغرب وبتقول جنيتين اتولدوا من ضحكة واحدة. فالجنية التانية بتقول لها ده معناه ان احنا اخوات. فالامين بيقول لهم ايوه انتوا اخوات وكمان توأم، علشان كده لما بتقربوا من بعض اجنحتكم بتلمع. فهما الاتنين بيحطوا اجنحتهم مع بعض فبيطلع نور شديد جدا وبيبعدوا بسرعة عن بعض. فالامين بيقول لهم اوعوا تعملوا كده تاني لان محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. وهنا بيبدأوا يتعرفوا على بعض، وتنا بتقول لها انا تنا ورنا، والجنية بتقول لها وانا اسمي فينكا. وبتبص على رجل تنا وبتشوف القطن اللي عليها، فبتقول لها انا كمان عندي زيه بس معمول من التلج. وهنا الملك بيروح للمكتبة وبيفضل ينادي على الامين، فتنا وفينكا بيخافوا جدا